اهلا وسهلا بكم متتبعي الاوفياء وفي وصفه جديده. اليوم غنشارك معكم البيتزا، وماشي اي بيتزا، بالخميره البلديه وبزوج الصلصات الحمراء يعني مطيشه والبيضاء. هنا بغيتكم فعلا تكونوا حادقين وتكونوا وجدتوا الخميره البلديه ديالكم كيف ما سبق لي وحطيتها لكم، واللي باقي ما وجدهاش ما عليكم الا توجدوها وتحافظوا عليها بالثلاجه وتكون عندكم الخميره ديالكم الام. عطيوها اسم وسجلوا حتى اليوم والشهر والسنه اللي وجدتوها فيها. هاد الخميره حاولوا تبقاو تغديوها وتحتفظوا بها بالثلاجه. هادشي كلشي رانا تقاسمته معكم اليوم ان شاء الله. الخميره ديالنا الام خديت منها واحد الكميه وغديتها بدقيق القمح الكامل، يعني زدت معها دقيق ديال القمح الكامل بالنخاله ديالو، خلطتها مع الماء وغادي نخليها تخمر، وهذه هي اللي غادي نعجنوا بها ان شاء الله البيتزا. وبالنسبه للخميره الام غادي نغديوها، يعني غادي نضيفوا معها شويه الدقيق والماء، نحركوها وننظفوا الجوانب ونعاودوا ندخلوها للثلاجه حتى الاستعمال اخر ان شاء الله. الا ما كناش غادي نستعملوا ما غنعجنوش منها، يعني ما غنحتاجوهاش، فخاصنا نغديوها على الاقل مره في الاسبوع. نضيفوا لها شويه د الدقيق ونخلطوها مع الماء ونعاودوا نحافظوا عليها بالثلاجه. الخميره اللي غادي نحضروا بها البيتزا هي غادي توجد لنا يعني من بعد واحد 3 حتى 4 سوايع. انا صراحه خليتها ليله كامله لان ما كنتش مستعده باش نعجن البيتزا في الليل. التخمر ديالها كتشوفوه واضح، يعني تخمرات مزيان، وهذه الكميه هي اللي غادي نحتاج باش نحضر البيتزا. بالنسبه لمقادير العجينه عندي 140 مليلتر ديال الماء اللي هو كاس ما عامرش. اضطريت يعني نوريكم بالكاس باش يبان لكم تقريبا العبار. الخميره البلديه غناخذ 2 معالق كبار تقريبا 40 غرام ديال الخميره البلديه، معلقه صغيره ديال الملح ما عامراش، وكنخلط كلشي مزيان. بالنسبه للدقيق عندي 200 غرام، يعني 2 الكيسان اللي عبرت به الماء راه نفس الكاس 200 غرام. وبالنسبه للنوع ديال الدقيق اللي خديت هو الدقيق الابيض بيو غني بالبروتين، يعني باش نوجدوا البيتزا صعيب علينا بزاف باش نوجدوها بدقيق القمح الكامل، لكن ان شاء الله مع الاجتهاد ومع البحث غادي نوصلوا نتيجه اللي غترضينا ان شاء الله، تكون يعني العجينه تكون صحيه اكثر. فالخميره البلديه كيف لاحظتوا انا غديتها بدقيق القمح الكامل، يعني كاين واحد النسبه الالياف موجوده في داك الخميره، وبالتالي العجينه ديالنا راه صحيه الى حد ما. بالنسبه للعجينه لاحظتوا غير خلطت ما دلكت ما والو، غير خلطت بالمعلقه، وغادي نخليوها ترتاح ساعه، يعني ساعه كامله او اكثر ماشي مشكل، المهم حتى كترخف. وبالاستعانه بشويه د الماء كنبداو نديرو ديك عمليات المد والطي، يعني كنجروها مزيان وكنعاودو نطويوها. وهاد العمليه هذه خاصنا يعني نقوم بها 3 د المرات متابعين. لاحظوا كيفاش كتبدا ترخف معنا العجينه، ما كندلكوها ما والو، يعني غير كنخلطوها، يعني العجينه كتطلق بوحديتها. غادي نعاودو نغطيوها ونخليوها المره الثانيه يعني نصف ساعه فقط. بعد نصف ساعه غادي نلاحظوا العجينه غادي تمدد اكثر، يعني غتطلق اكثر فاكثر، وغادي تولي العجينه شفافه. لاحظوا كيفاش كتجبد يعني وما كتتقبش، والمره الثالثه غتكون النتيجه احسن فاحسن. لاحظوا يعني هذا هو نجاح عجينه ديال البيتزا، وما شاء الله يعني بالخميره البلديه فشيء ممتع ورائع. يعني هذا الشيء انا ما كيبان ليش عاده بصراحه، لاننا حنا كنبغيو نديرو شي حاجه راه كنديروها بحب، وخصوصا ملي كنحصلوا على نتيجه يعني مفرحه بهذا المعنى. فنفس الشيء كيف كتلاحظوا كتبقاو تضربوا، يا اما تضربوها بحال هكا كي كندير انا،
اولا كتجبدوا العجينه وكتطويوها على نفسها، يعني عمليه المد والطي. نغطيوها ونخليوها المره الثالثه ونشوفوا النتيجه ان شاء الله. ودائما حاولوا تسفزقوا يديكم بالماء باش ما تلصقش معكم. لاحظوا العجينه ما شاء الله ترخفات كتر، وهذه هي النتيجه اللي كنقلبوا عليها. وإلا بقات تقب معكم خاصكم تعرفوا بان راه باقا خاصها تزيدوها عمليه المد والطي واحد نصف ساعه اخرى. الا ما تقطعتش لكم صافي راكم كتوقفوا 3 المرات راها كافيه. كنغطيو عليها وكنخليوها بالثلاجه في التخمر البطيء، يعني كتخمر على خاطرها، وممكن تخليوها حتى 48 ساعه. كل ما خليناها كتجي البيتزا احسن، وحتى الحموضه ديالها كتجي اكثر. فإلا بغيتوها تكون حامضه بزاف غادي تخليوها اكثر، بغيتوها تكون شويه مرخوفه خليوها اقل. هنا انا خليتها غير ليله كامله وما شاء الله تخمر واضح ومطلوقه العجينه. هنا غادي نقسمها على زوج، ما نحاولوش ندلكوها ولا يعني نجمعوها، فقط غنلويوها وفواحد الاناء او بانيو مدهون شويه بالزيت العادي او زيت الزيتون. كنخليوها على الاقل واحد 15 دقيقه ترتاح العجينه. الكميه د الدقيق اللي استعملت 200 غرام، خرجت ليا جوج البيتزات غير متوسطين. بعد ما ترخف العجينه مباشره فوق سطح العمل نرشوه مزيان، يستحسن بدقيق الفينو او السميد الرقيق اللي كنحضروا به الحرشه. كنسرحوا العجينه بالطريقه ديال البيتزا، وان شاء الله مع الوقت غنوليو حتى حنا عندنا الاحترافيه. وبلا ما تخوفوا من العجينه، يعني هزوها يعني بسرعه وحطوها في المباشره في الطاوه اللي غتدخل الفرن. وبالنسبه للحشوه اختاريت صلصه الطماطم. انا عندي هنا طوماطي فريتو، زدت معها فقط شويه الزعتر. وإلا بغيتو الصلصه يعني ديال الطماطم المنزليه فسبق لي وحطيتها في واحد البيتزا، راه غادي تبان لكم صوره البيتزا، راه كاين فيها واحد الصلصه كنت وجدتها بالفلفله الخضراء الحمراء الثومه بصله، يعني درت فيها بعض الاشياء. ولا بغيتو تكتفيو غير بالطوماطي فريتو حتى هي كتجي مزيانه. والبيتزا ضفت معها الفرماج اللي هو كيبقى اساسي، وضفت معها الطون. وطبيعه الحال لكم الاختيار تضيفوا اللي بغيتو، وحتى الا بغيتوها غير يعني بالخضره يمكن لكم. واحد شويه ديال البصله الحمراء وندخلوها للفرن. العجينه اللي بقات معايا بنفس الطريقه غادي نسرحوها، وهذه غادي نحطها غير في المقله الثقيله. بالنسبه للحشوه غتكون بالصلصه البيضاء. خديت غير الكريمه ديال الطبخ وضفت معها البصله مقطعه رقيقه، الزعتر، وكنوضعوها بنفس الطريقه كحشوه. هنا ضفت واحد شويه ديال الدجاج بقى ليا من الغدا، قطعته طريفات. البيتزا اللي حطيته فيها كتجي. اهم شيء في البيتزا هو الماصه يعني العجينه، اما الحشوه اللي درتو كيجي زوين وما خاصهاش يعني كي كنقولوا تكون عامره بزاف مشارجيه، غير خفيفه هكا. واهم شيء كيزين البيتزا هو الجبن والزعتر. ويا سلام على هاد النتيجه ديال هاد البيتزا، والحموضه في المستوى يعني مقبول جدا. وخير دليل اعطيو لوليداتكم يذوقوا وهما اللي غادي يحكموا على البيتزا. وحاولوا ما طيبوهاش يعني بزاف حتى تحرق، راه واخا تبان لكم بيضاء راه طيبه. اما المذاق من دون مجامله في القمه، روعه. وخصوصا عجبتني داك الحموضه الخفيفه، يعني ماشي داك الحموضه اللي مركزه. فإلا تشهيتوا هاد البيتزا غير وجدوا الخمره البلديه وغير عطوها وقتها وان شاء الله غتنجح معكم. بالنسبه للبيتزا بالصلصه البيضاء جات محمره اكثر، جات في المذاق رائع، لكن انا ماشي من عشاق هاد الصلصه البيضاء، فكنفضل صلصه الطماطم. وانتم كيبقى لكم الاختيار. ونجاح عجينه البيتزا هي فاش كتلقاو هاد الثقب في العجينه، معنى ان العجينه مخمره وناجحه. متتبعي الاوفياء، شكرا لكم من القلب على التفاعل ديالكم معنا. وبالمناسبه ما تنساوناش، الله يجازيكم بالخير،
من تسجيل الإعجاب، يعني لي جيم، راه مهمة كتنفعنا في المسيرة ديالنا وباش نزيدو القدام معكم. وأيضا إلى عجبتكم القناة ديالنا ما تنساوش تنشروها، والدال على الخير كفاعله. وفي الأخير ما ننساش نرحب بالناس الجدد، مرحبا وألف مرحبا، وعلى أمل اللقاء بكم في وصفات جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى.